طبعا انا كنت مخشن الكلفه شويه، يعني انا جبت كلفه خشنه على الكلفه الناعمه اللي هي الاساسي بتاعها، اللي هي الغله او القمح اللي بنقول عليه. وطبعا فيها بعض حبات الذره العويجه الكبيره بالشكل دوت، عشان ما يبقاش ظاهر ان كلها غله. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ازيكم اخواتي وحبايبي متابعينا على القناة، تحياتي للجميع. اتمنى ان شاء الله ان حضراتكم تكونوا بخير وبصحة وسعادة. النهاردة هنتكلم مع بعض عن الفخ اللي الناس بتقع فيه اليومين دولا بسبب الكلفة اللي بتكون معظمها عبارة عن غلة. وبالمناسبة انا كمان جبت ارداب غلة هوريه لحضراتكم، لكن في نقطة مهمة هنبص عليها مع بعض عن الكلفة الجديدة المنتشرة اللي الناس مقتنعة انها رخصت، لكن بالعكس هي مش رخصت. هما بيبيعوا لكم الغلة ام 10 جنيه بسعر 20 جنيه. قبل ما نبتدي الفيديو ما ننساش نصلي على الحبيب المصطفى ونشوف مع بعض الكلفة اللي انا جبتها من السوق بتاع السيدة عيشة من حد مفيش داعي لذكر اسمه. ولما مسكتها في البيت بصيت عليها لقيت معظمها غله بالشكل اللي هتشوفوه دلوقتي. ده شكل الكلفه اللي انا جبتها. جبت كميه من الكلفه ديت من سوق السيده عيشه. لو بصينا على الكلفه نفسها هنلاقي فيها ذره بيضه، ذره صفراء، بسله، فول. طبعا انا كنت مخشن الكلفه شويه، يعني انا جبت كلفه خشنه على الكلفه الناعمه اللي هي الاساسي بتاعها، اللي هي الغله او القمح اللي بنقول عليه. وطبعا فيها بعض حبات الذره العويجه الكبيره بالشكل دوت، عشان ما يبقاش ظاهر ان كلها غله. طيب ديت الكيلو بتاعها كان واقف بكام؟ كان واقف ب 20 جنيه. تمام. فلو جيت حسبتها هتلاقي ان الغله طبعا بعد ما نزلت سعرها رخص. انا عن نفسي جبت اردب غله. اردب الغله بيكون عباره عن 150 كيلو. تمام، بسم الله ما شاء الله. جبت اردب، ادي شكاره، ادي الثانيه، ادي الثالثه، ادي الرابعه، كل وزنه من الغله اللي انا جبتها 37 كيلو ونص بالظبط، مجموعهم 150 كيلو. طبعا انا مقسمهم في شكاير علشان اقدر ان انا اشيلهم وقت النقل لما كنا بننقلهم. تمام، حبايه كويسه. طيب الكيلو فيها واقف بكام؟ الكيلو فيها واقف ب 10 جنيه، يعني الاردب ب 1500 جنيه. وديت الكلفه اللي انا بستخدمها، جبت منها شكارتين زي ما احنا شايفين، ما فيهاش حبايه غل. دي الكلفه اللي انا بجيبها. تمام. الكيلو فيها واقف 21 جنيه و80 قرش تقريبا، او 40 قرش. الشكاره كلها ال 25 كيلو ب 520، وسمعت انها نزلت بعد كده، لكن انا بحاول بقدر الامكان ان انا يكون عندي كلفه لاي طارئ من الطوارئ، او ان انا مفضاش، او ان الكلفه برضو تغلى. فجبت الحمد لله شكارتين مع الغله. الفرق بينها وبين التانية ان معظم الكلفه اللي انا جبتها من السوق غله، فخلي بالك انت كده بيضحك عليك. تمام، بيضحك عليك ليه؟ لان الغله في الجمله بتاعتها دلوقتي واقفه 10 جنيه، فيحط لك 3/4 الكلفه غله، والربع الباقي عباره عن بسله وشويه ذره عويجه وحبايتين فول. لكن زي ما احنا شايفين الكلفه اللي انا جايبها من هنا فيها هي عدس، وفيها الذره الصفراء، وفيها البسله، وطبعا زي ما احنا شايفين فيها الفول. تمام، بالشكل دوت. فطبعا بالنسبه لي دي احسن بكتير واوفر. ولما جبت الاردب بتاع الغله قررت طبعا ان انا هخلطه مع الكلفه ديت بحيث ان انا انعمها، وخصوصا ان الصيف جاي وهبدا ان انا انعم الكلفه بتاعتي، وفي نفس الوقت اوفر في التكلفه بتاعه الكلفه عشان ما يضحكش عليك. خلي بالك وانت بتشتري الكلفه بتاعتك، اولا ما يكونش فيها غله كتير وتتباع لك بسعر عالي اللي هو ب 20 21 جنيه،
لان سعر الغله نزل، وفي نفس الوقت كتر الغله زي ما احنا عارفين بيؤدي لامراض الحمام، الاسهالات، الدفتيريا. تتحط بنسبه معقوله عشان خاطر تحافظ على حمامك. تمام. ارجو ان شاء الله ان الفيديو يكون عجب حضراتكم وافادكم، وما تنساش لو اول مره تشوفنا على قناتنا ان انت تفعل زر الجرس وتشترك معانا في القناه. وتحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.